ألا توجد فتوى للحاكم الشرعي بخصوص القوات الأمريكية؟ اكو فتوى بعدم الجهاد، طبعا هذا موجود. المرجع الشيعي السيستاني طلب من الشيعة التعاون مع الاحتلال. يعني السيستاني احنا عارفين موقفه من الاحتلال الامريكي للعراق، كان معاهم ومؤيد لهذا الاحتلال. بعطيك فتوى جديدة للسيستاني لم تنشر سابقا على حد علمي، يجوز للشيعي أن يدخل في جيوش الكفار ويقاتل مع من؟ يقاتل مع أعداء الملة. تفضل أبو آدم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك شيخ فراج؟ يا أهلا ومرحبا. أنت سني أم شيعي؟ لا شيعي. حياك الله يا أبو آدم، أهلا ومرحبا بك. تفضل. نعم، أنا عندي أسئلة حول المصادر مالتكم. حنا عندنا موضوع السيستاني الليلة، ايش فيك ما تبي تسولف فيه؟ يابا حرام والله، إذا نحكي على السيستاني الله ما يرضى، لأن الرجال هو ما ياخذ غيبة العالم. يعني يرضى انك تذم الصحابة، بس السيستاني غايب ما يجوز غيبته. طلع لي مصدر بأن السيستاني مسوي خطأ لله ولا رسوله، يعني خالف الدين الإسلامي. ما خالف الدين الإسلامي السيستاني. شنو مثلا يعطيني مخالفة للسيد السيستاني؟ مثلا غير سنة، أيوة. غير منهج. ايوه حلو. شوف، بعطيك فتوى جديدة لم تنشر سابقا على حد علمي، لم تنشر للسيستاني. هذا كتاب السيستاني الاستفتاء، يسأله سائل، رقم السؤال 11469: هل يجوز للمسلم أن يسجل نفسه مسيحيا بتبديل جنسيته إلى مسيحي، وذلك لغرض التوظيف في الجيش؟ الجواب: يجوز في حد ذاته. يعني السيستاني يجوز للشيعي أن يدخل في جيوش الكفار ويبدل هويته من مسلم إلى نصراني، ويقاتل مع من؟ يقاتل مع أعداء الملة، مع الكفار. إحنا عارفين موقفه من بريمار ومن الاحتلال الأمريكي للعراق، كان معاهم ومؤيد لهذا الاحتلال. في حال بقاء القوات الأمريكية في العراق ماذا سيكون موقفكم منها؟ نعم، ما عندي موقف شيء أصلا، ما له علاقة، سواء البقاء أو طلع. إنما هذا يرجع إلى فتوى الحاكم الشرعي وعلى لست الحاكم الشرعية. ألا توجد فتوى للحاكم الشرعي بخصوص القوات الأمريكية؟ اكو فتوى بعدم الجهاد، طبعا هذا موجود. ولا تنسى ذلك أن الأمر الآخر الذي دار في ذهننا أن المرجع الشيعي السيستاني طلب من الشيعة التعاون مع الاحتلال. الرجال الحين يفتي الشيعة بأن يغيرون عقيدتهم في الهوية من مسلم إلى نصراني، وينضمون إلى جيوش الصليبيين. تعليقه: أولا هذا السؤال هو أكبر من حجمنا، ما العلماء احنا ما نقدر نناقش به. السيستاني صار له 80 سنة الرجال يدرس، احنا نريد نغير منهجه وسنته، هذا يجاوب عليه علماءكم مثلا. لا العلماءنا 80 سنة بعد يدرسونهم، بس السيستاني 80 سنة يدرس، علماءنا 80 سنة يدرسون، ايش لا تتكلم فيهم بعد؟ نفس المنطق يعني، قايس عليه. لا خلك مع الموضوع. يجوز ان المسلم يروح يقاتل في جيوش الصليبيين، يصير جندي في جيوشهم. ومنو الافضل، الكافر العادل لو المسلم الغير عادل؟ يا عمي انا ما اسولف عن عادل وصويلح، أنا سولف عن انضمام الجيش كفار صليبيين لشدة تعصبهم، يشترطون ألا تكون مسلما للدخول في الجيش، لازم تكون نصراني. يقول لك غير المسمى الديني عندك من مسلم إلى نصراني وادخل في جيش الصليبيين. أنت منو الأفضل، يا الكافر العادل لو المسلم الظالم؟ جاوبني، إذا أنت صدق شيخ وعندك علمية جاوبني. المسلم الظالم لو الكافر العادل، منو الأفضل؟ المسلم الظالم أفضل من مليون كافر عادل. شلون هاي؟ لأنه مسلم. قلت إنه وين أخطأ السيستاني، وريناك وين أخطأ. فتوى بس واحدة من بلاوي، جاوب عليها. الفتوى ما اقتنع بها صدقني، لأن الفتوى ما تهدم دين ولا يعني. تعال شوف، انت تشوف كتبك، قاعد تشوف. يا عمي خليك من كتبي، اكلمك عن السيستاني. عندك رد ولا ما عندك؟ بالنسبه للسيستاني ما عنده اي خطا، واتحداك تطلع واحد. طيب هذه الفتوى صحيحه؟ هاي الفتوى صحيحه. يجوز انك تقاتل في جيوش الصليبيين؟ نعم، اذا كان كافر عادل يجوز ان اقاتل ضد المسلم الظالم. كفو، هذا دينكم. شكرا لك. تقاتلون عبر تاريخكم منذ نصير الطوسي
ابن العلقمي والسيستاني كنتم ولا زلتم جنودا في الحملات الصليبية على أهل الإسلام. والله يا جماعة الخير، ابن تيمية رحمة الله عليه كاتب في منهاج السنة، وهذا يعني من قراءته للحدث وإلا هو لا يعلم الغيب، من قراءته للأفعال الشيعية لما ذكر ما صنع أهل جبل عامل اللي في الشام من ممالئة للحملات الصليبية وتعاون معها ضد المسلمين، قال وكذلك إذا صارت لليهود دولة في العراق فسيكون الرافضة من أعظم أعوانهم. راجعوها في منهاج السنة. تفضل هذه العينات، سيستاني وابو آدم وأمثالهم. ولكم والله أنتم ولا فالحين في سيرة ولا تاريخ ولا قرآن ولا سنة ولا عقل ولا أقيسة حتى ولا إنصاف. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تخلي الكافر يكفر بالله العظيم بكتابه وبدينه أفضل منه. وكنتوا ايش فيكم انتم؟ في مخ أصلا. الله يهديهم يا رب. شيء عجب والله يا أخواني، تتوقف العقول معهم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.